بيبدأ مسلسلنا مع نور وبتكون بتتخانق في التليفون عشان مش عايزة تتجوز العريس اللي أهلها جايبينه لها، وبتكون مش واخدة بالها من الطريق، فبتخبط واحد بتاع دليفري وبتكون مصدومة جدا من اللي حصل، وبتنزل تطمن عليه بتقول له أنت كويس؟ قال لها إيه اللي أنت عملتيه ده؟ وبيغمى عليه، وده بيكون ريان وده بطل حكايتنا النهارده. وتاني يوم ريان بيفوق في المستشفى وبنشوف إن عينيه قلبت باللون الأصفر، وبيعرف إن هو اكتسب قوة خارقة مش بيكون مصدق نفسه، وبيقوم من على السرير بتاعه وبيقول هل معقول فعلا إن أنا بقى عندي رؤية خارقة؟ ونور بتكون واقفة معاه في المستشفى، وأول ما بيفوق بتروح تطمن عليه، بس بتستغرب جدا إن هو بيبص عليها. وبعدها ريان بيشوف المستقبل وبيعرف إن هي هتضربه بالقلم، وبيقول أنا مش بس عندي رؤية خارقة، ده أنا كمان بقدر أتوقع المستقبل. ونور بتقول له طالما أنت كويس قول لي بقى أنت عايز إيه مني تعويض؟ قال لها يا ستي أنا مش عايز منك حاجة. قالت له لأ لازم تقول. قال لها والله أنت اللي غلطانة، أنت اللي خبطتيني بالعربية. قالت له صحيح أنا ما عنديش فلوس بس أنا ممكن أعوضك بحاجة تاني زي إننا نتجوز مثلا، وغير كده كمان أنا مش عايزة ولا عربية ولا بيت ولا حتى مهر. وريان بيفكر مع نفسه وبيقول أنا لسه مطلق مراتي وتاني يوم على طول بتيجي واحدة حلوة كده عشان عايزة تتجوزني. وبنعرف إن ريان طلق مراته بعد ما شافها بتخونه لما كان راجع من الشغل، وساعتها حبيبها وقف قدامه وبيقول له أنا بحب مراتك يا ريت لو تطلقها أحسن. وقبل ما نكمل لو أنتم مبسوطين معانا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا أول بأول. ولسه ريان هيروح يضربه ولكن مراته وقفت قدامه وبتقول له مفيش أي داعي للكلام اللي بيحصل ده، امضي على الورقة دي وخلينا نتطلق أحسن وخد حاجتك وامشي بره البيت. قال لها امشي اروح فين؟ ده بيتي انا، ازاي دلوقتي بتقولي لي امشي؟ قالت له هو بيتك اه بس مكتوب باسمي، ده غير كمان كل حاجه هنا برضو مكتوبه باسمي وانت مالكش اي علاقه بيها، يا ريت لو تمضي على الورقه دي وتمشي احسن لك. وبعدها ريان بيبص لنور وبيقول لها انت بجد عايزه تتجوزيني؟ قالت له من النهارده انا حبيبتك وبكره هنروح نسجل جوازنا. ونور بتاخده على بيتها ولكن البيت بيكون مكركب جدا وهدومها في كل مكان، ونور بتكون متوتره جدا ومش عارفه تقول له ايه، وبتقول له انا هكون صريحه معاك من الاول، احنا هنعيش مع بعض لكن الايجار هيكون بالنص بيني وبينك. قال لها موافق. قالت له تمام اعتبر المكان مكانك. وريان بيكون قاعد مع نفسه بيفكر في اللي حصل وبيقول انا دلوقتي بقى عندي رؤيه خارقه وكمان بقدر اشوف المستقبل. وبيقول ليارا مراته شو مينج حبيبها استنوني انا هنتقم منكم اشد انتقام. وبعدها بيشوف نور وواحد طالع يجري وراها وبينيمها وبياخدها معاه، فريان بيقول نور كده في خطر انا لازم اروح اقول لها. وريان بيدخل عليها بسرعه ولكن اول ما بيشوفها كده بيطلع يجري بره وبيقول لها انا متاسف انا بس كان عندي حاجه مهمه لازم اقول لك عليها. قالت له ايه يعني الحاجه المهمه اللي تخليك تعمل كده؟ قال لها بس انا كنت عايز احذرك خدي بالك من نفسك النهارده في راجل عنده دقن كبيره هيجي عشان يخطفك. قالت له اللي انت بتقول عليه ده هو مديري في الشغل وده اكتر شخص محترم انا شفته في حياتي، ايه اللي يخليني اخاف منه؟ قال لها بس انا بحذرك خدي بالك من نفسك عشان هو هيأذيك النهارده. وبتقول له كفايه كلام فاضي بقى انا رايح البس عشان رايح الشغل. وريان بيكون بيزعق وبيقول لها انت لازم تصدقيني. وبالليل نور بتكون ماشيه في الشارع وتعبانه جدا ومديرها في الشغل فعلا بيجي وراها ولسه هياخدها معاه ولكن ريان ظهر وضربه من ظهره وقال له امشي بعيد عنها. فالراجل بيطلع يجري من قدامه وبياخد نور في حضنه بيقول لها ما تخافيش انا موجود معاكي يلا بينا نروح. وفي البيت بيكون نور قاعد على السفره وريان بيجيب لها العشاء وبيقول لها دوقي وقولي لي رايك. قالت له انت اللي عامله الاكل ده؟ قال لها ايوه وبيعجبها جدا وبتقول له انا اسفه ان انا ما سمعتش كلامك لما حذرتني. قال لها ما فيش مشكله. قالت له بس انت عرفت ازاي؟ قال لها لو قلت لك ان انا بقدر اشوف المستقبل هتصدقيني؟ ونور مش بتكون مصدقاه. قال لها طب انا اقول لك حاجه انت في حد هيرن عليكي دلوقتي من الشغل يقولوا لك ان هم هيطردوكي، ولكن نور بتقول له مستحيل انا شاطره جدا في شغلي ومش هيقدروا يعملوا كده. وفي ثواني تليفونها بيرن وفي بنت بتقول لها ان هم فصلوكي فعلا من الشغل. ونور بتكون مندهشه وبتقول اكيد ابويا اللي عمل كده عشان يجبرني على الجواز من الراجل اللي هو جايبه. وبيقول لها مالك في ايه؟ قالت له طردوني من الشغل ولو استمر الوضع كده انا مش هيبقى معايا فلوس خالص. يا شيخه خضتيني انا كنت فاكر ان الموضوع خطير، بكره انا هعلمك ازاي تكسبي فلوس بنفسك. وبيروح على محل بيبيع بطاقات يا نصيب ونور بتقول له هي دي الطريقه بتاعتك ان انت تكسب بيها فلوس؟ قال لها بالظبط كده امشي ورايا بس ومالكيش دعوه. وبيدخل المحل وبيقول لصاحب المحل اديني بطاقات من فئه الخمسه، ولكن بيسمع صوت فبيبص يلاقيهم مراته وعشقها وبيقول لهم انت ايه اللي جابكوا هنا؟ ونور بتعرف ان دي مراته فبتمسك ايده وبتقول له يبقى هي دي بقى مراتك اللي خانتك؟ وهو بيستغرب جدا ان النور بتدافع عنه ومراته بتقول له هي مين دي اصلا؟ ولكن نور بتضربها بالقلم وبتقول لها خدي بالك من كلامك. ويارا بتقول لها انت ازاي تتجرأي وتضربيني؟ فنور بتقول لها دي اقل حاجه
ولو زودت كلام اكتر انا هوريكي هعمل ايه. ويارا بتقول لها بلاش تاخدي مقلب في نفسك قوي كده، ده واحد فقير ما حلتوش حاجه. وريان بيقول لها ومين قال لك ان احنا فقراء؟ انتوا الاغنياء اهو ما تقدروش حتى تقفوا قدامي. ومنجي بيقول له نقف قدامك في ايه؟ قال له في كروت اليانصيب، تعالى انا وانت نتحدى بعض واللي يكسب فلوس اقل يبقى هو اللي خسر. قال له ماشي يلا بينا نتراهن، بس لو انا كسبتك هخليك تطلع بره المحل وانت بتزحف على بطنك. وريان بيقول له موافق، بس لو انا اللي كسبت انتوا الاتنين هتعملوا اللي اقول عليه. وبيقول لصاحب المحل يلا جهز لنا الكروت. وبيقفوا على الترابيزه وريان بيقول له تمام ابدا. وبيبدا مينج مع اول كارت، وريان بيخربش الكارت اللي بعده. ونور بتكون فرحانه لانه كسب فلوس اكتر، ولكن يارا بتقول له لسه بدري، انت بس جبت الفلوس اللي انت دفعتها لسه ما كسبتش حاجه. ومينج بيطلع فلوس من جيبه وبيقول لصاحب المحل اديني كروت ب 1000 يوان. وبيبدا مينج يخربش الكروت تاني واحده ورا واحده، ولكن مش بيكسب. واول ورقه كسبت معاه 3 بس. وريان بيقول له تمام كده انا دوري جه. وبيخربش اول ورقه، فنور بتقول له انت كسبت 1000 يوان. والورقه اللي بعدها 3000 والورقه اللي بعدها 2000. ونور بتكون فرحانه جدا. وريان بيفضل يكسب ورقه بعد ورقه، ولكن يارا بتقول له انت كل الفلوس اللي كسبتها دي ما تكفيش حتى ثمن شنطه من اللي هو بيشتريها لي. فريان بيقول ان الورق اللي قدامنا ده الجائزه بتاعته مليون يوان، ولكن يارا بتقول له انا عارفاك من زمان عمرك ما هتكسب حتى ربع الرقم ده. وريان بيتعصب وبيقول دلوقتي هتشوفه. وبيخربش الورقه اللي بعدها وفعلا بيكسب المليون. ونور بتكون بتتنطط من الفرحه. وريان بيقول لها لسه في ورق تاني، والورقه اللي بعدها بتكسب مليون كمان. ونور بتكون فرحانه وعماله تعد الورق الكسبان وبتقول له كده دول مجموعهم 3 مليون. فيارا بتقول له اكيد انت بتغش، مستحيل كل ورقه تمسكها هي اللي تكسب. ومنج ما صدق لها حجه وبيقول له انت فعلا بتغش. وبيقول لصاحب المحل ايه رايك في الكلام اللي بيحصل ده؟ ويارا بتقول له ان مينج هو ابن رئيس مجلس اداره مجموعه تشاو، واكيد عارف انت المفروض تعمل ايه. قال لها عارف. وصاحب المحل بيقول لهم الجوائز دي ملغيه. وريان بيتعصب جدا. وصاحب المحل بيقول ان المكان ده تبع شركات ليان، فيا ريت تبطل اللي انت بتعمله، حتى انا لو خدت منك كل الورق اللي انت كسبته انت ما تقدرش تعمل معايا حاجه. وريان بيقول له يا ريت تفكر كويس. قال له انا حتى ما اعرفكش، ازاي تقارن نفسك بمنج؟ ومنج بياخد مقلب في نفسه وبيقول انا ابن اكبر عيله غنيه في البلد، مين انت اصلا عشان تقف قدامي؟ ويارا بتقول لريان يا ريت تفكر كويس وتعرف انت بتتكلم مع مين. وصاحب المحل بيطردهم بره، ولكن نور بتتعصب جدا وبتقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط. وصاحب المحل بيقول لها لا انت لسه ما شفتيش غلط، وبيرفع عليهم العصايه. ولكن نور بتطلع موبايلها وبتكلم اختها وبتقول لها انا عندي مشكله دلوقتي في المحل اللي انا فيه. ومنج ويارا بيقعدوا يتريقوا عليها، ولكن في ثواني بتوصل لين صاحبة المحل وبتقول دلوقتي انا عايز اشوف مين صاحب الكلمة هنا. ويارا ومينج مش بيكونوا مصدقين عينيهم، ازاي رئيسة مجموعة شركات ليان تيجي بنفسها المحل يا نصيب زي ده؟ وليان بتقرب على صاحب المحل كده وبتقول له ايه اللي حصل؟ قال لها الاتنين دول كانوا بيغشوا في اللعبة وانا حاولت امشيهم من المحل عشان ما يضروش سمعة المكان. ولكن ليان بتقول له انا شايفه كده انت اللي بتضر سمعه المكان. قال لها الشاب ده كل ورقه يمسكها بيكون هي اللي كسبانه لحد ما كسب اكتر من 3 مليون، واكيد هو كان بيغش. فريان بيقول له طب انت عندك اي دليل على كلامك ده؟ ولكن صاحب المحل بيقول لا انا ما عنديش. وليان بتقول طالما ما عندكش دليل امال ليه بتتكلم معاه؟ اطلع بره. قال لها انا كنت عامل على مصلحه المحل عشان ما ياخدش مننا فلوس كتير، يا ريت لو تسامحيني. قالت له الكلام خلص اطلع بره. وليان بتقول لنور وريان اطمنوا فلوسكم اللي كسبتوها انا هديها لكم بنفسي. ولكن ريان بيشوف ليان وهي في حمام السباحه وبتغرق وبيقول لها في اليومين الجايين دول لو انت هتروحي حمام سباحه يا ريت تخلي في شخص قريب منك. قال لها ممكن وانت بتعومي يحصل لك شد فخلي واحد معاك احتياطي. وليان بتضحك وبتمشي. فريان بيسال نور وبيقول لها انت تعرفيها منين؟ قالت له انا ما اعرفهاش. قال لها انت عملتي مكالمه واحده بس وبعدها جبت رئيسه مجموعه ليان بنفسها، ازاي دلوقتي بتقولي ما تعرفيهاش؟ قالت له بس انا كنت بكلم اختي وهي جت بالصدفه مش اكتر. وبتقول له الحق مراتك وحبيبها مشيوا. قال لها مفيش مشكله لو هربوا دلوقتي بكره مش هيقدروا يهربوا مني. وتاني يوم ليان فعلا بتكون هتنزل حمام السباحه، ولكن بتفكر في الكلام اللي قاله لها ريان وبتقول للمساعد بتاعها خليك جنبي دلوقتي. وهي بتعوم فعلا بيحصل لها شد والمساعد بتاعها بينزل بسرعه وراها بيطلعها. وليان بتقول هو كلامه كان صح، وبتقول للمساعد بتاعها انا عايزاك تعرف لي كل حاجه عن ريان في اسرع وقت ممكن. ونور وريان بيكونوا في البيت ونور بتساله انت ليه لما كنا في محل اليانصيب قلت ان ليان هيحصل لها مشكله؟ قال لها انا مش قلت لك ان انا بقدر اشوف المستقبل؟ قالت له انت هترجع برضه لكلامك ده؟ عموما براحتك لو مش عايز تقول انا مش عايز اعرف. قال لها يا ستي كل الفكره ان هي جسمها رشيق واكيد بتحب العوم، واول خطر بيصيب الناس اللي بتعوم هو الشد العضلي. وبتيجي مكالمه نور على تليفونها وبيقول لها يا ريت ترجعي بسرعه انت جدك تعبان قوي. وفعلا نور وريان بيوصلوا البيت وريان بيكون مندهش قوي من البيت
وبيقول يعني البنت الفقيره اللي مش معاها فلوس تدفع حتى ايجار بيتها طلعت ابن عائله ناصر. فبيقول لها انت متاكده برضو انك ما تعرفيش ليان؟ قالت له انا افهمك بعدين، بس خلينا اروح اركن العربيه الاول. وريان بيكون فرحان جدا وبيقول لنفسه انا مراتي اللي اتجوزتها طلعت بنت اكبر عيله غنيه في البلد. ولكن الحراس بتوع البيت بيجوا وبيقولوا له انت مين اللي قال لك اقف هنا؟ يا ريت لو تمشي من هنا. فبيقول لهم انا نور هي اللي قالت لي استناني هنا. واحد من الحراس قال له انت عبيط يالا، انت عايز تخلينا نصدق ان نور تعرفك انت؟ امشي ياد من هنا. وريان بيقول له يا ابني انا قلت لك ان نور هي اللي قالت لي استناني هنا. ولكن كبير الحراس بيوصل والحارس بيقول له ان الراجل ده واقف هنا واحنا بنحاول نمشيه ولكن هو بيرفض. والراجل بيقول له امشي يا ابني من هنا احسن لك عشان ما نخليكش تمشي بالقوه. وبيقول له الحراس اطردوه. فواحد من الحراس لسه هيضربه ولكن ريان بيبعد عنه بسرعه وبيضربه وبيشاور للراجل التاني. ولكن نور بتوصل وبتمسك ايد ريان وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فالراجل بيقول لها احنا لقيناه واقف هنا حاولنا نطرده ولكن هو كان بيقاومنا. ونور بتقول لهم انا اللي جبته هنا وانا اللي قلت له استنى. والراجل والحراس بيعتذروا له. ونور بتقول لهم انا هنا صاحبه الكلمه، يا ريت محدش يراجع ورايا امر تاني. ولسه الراجل الكبير هيفتح بقه ولكن نور بتناوله قلم. ونور بتقول له دي حاجه بسيطه عشان ما تعصاش اوامري بعد كده. قال لها انا متاسف. وبعدها بنشوف جد نور نايم في السرير وتعبان جدا والدكتور بيكشف عليه وابنه بيقول له طمني. قال له مع الاسف حالته صعبه جدا. ونور بتوصل وابوها بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ انت السبب اصلا في كل اللي حصل له ده. جدك زعل منك لما رفضتي تسمعي كلامه. وامها بتمسك ايدها وبتقول لها انت لازم تشكري فارس لان هو اللي جاب الدكتور ده لجدك. وبنعرف ان فارس ده هو الشخص اللي اهلها عايزين يجوزوها له. ولكن نور بتقول لهم ايه فايده ان هو يجيب دكتور طالما مش قادر ينقذ جدي؟ والدكتور بيقول لها انا عملت كل اللي انا اقدر عليه بس هو فعلا حالته صعبه جدا. وهنا ريان بيوصل وبيقول لهم مش شرط تعرفوا انا مين بس انا عايز اقول لكم ان انا اقدر اعالجه. ونور بتقول له انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ قال لها ما تقلقيش. وهنا فارس بيقول له وانت مين اصلا عشان تقول الكلام ده؟ فبتقول له لو انت قدرت فعلا تعالجه انا هحقق لك اي حاجه نفسك فيها. قال لها قد كلامك؟ قالت له ايوه. وابوها بيقول لها هو مين اللي انت جايباه هنا ده صاحبي وانا باثق فيه جدا. وهنا الدكتور بيقول لابوها انا ماليش دعوه لو هو عمل له اي مشكله تاني لان باين عليه ان هو مش دكتور وانا ما اضمنش هيعمل ايه. فريان بيقول له انت نفسك لسه قايل انك مش قادر تعالجه، ايه المشكله لما انا احاول؟ انت خايف ولا ايه؟ بقى انا اخاف منك انت؟ وبيسيبهم وبيمشي. وريان بيقول لنور يا ريت تجيبي لي اكله كده ريحتها وحشه. وابوها بيقول له خلي بالك ده من اهم الناس في البلد، لو عملت فيه حاجه انت ما تضمنش ايه العواقب اللي هتحصل عليك. ولكن ريان بيقول لهم كفايه انا هعالجه بس عشان مراتي مش اكتر. وفارس بيقول له هي مين مراتك دي معلش؟ وابوها بيتعصب عليه جدا وبيقول له الكلام ده في احلامك. قال له والله براحتك، ما بين كل الناس اللي واقفه دي انا بس هنا اللي اقدر اعالج ابوك، ولا انت مش عايز نعالجه اساسا؟ وهنا الدكتور لسه هيتكلم ولكن ريان بيقول له اسكت انت عامل فيها دكتور كبير على الفاضي. وهنا نور بتوصل وبتجيب له الحاجه اللي هو عايزها وبيشممها لجدها. والدكتور بيكون واقف ومتعصب جدا من اللي بيحصل. وابوها بيبعدوا عن جدها بسرعه ولكن بنلاحظ ان جدها بيبدا يفوق وكلهم بيكونوا مصدومين جدا. وجدها بيقول لريان انت اللي انقذت حياتي؟ ولكن ابوها بيتعصب وبيقول له مين ده اللي انقذ حياتي؟ وفارس بيقول لولا الدكتور اللي انا جبته ما كانش قادر هو يعمل حاجه. والدكتور بيركب على السلام وبيضحك وبيقول له انت بتبالغ شويه، انا اللي عملته ده حاجه بسيطه. ولكن ريان بيقول له انت قبل لحظه واحده كنت بتقول ان هو حالته ميؤوس منها ودلوقتي انت عايز تاخد الفضل لنفسك؟ يا اخي اتكسف على دمك شويه. ونور بتقول صحيح الدكتور ده ما عملش حاجه وريان كان السبب. ولكن ابوها بيقول لها اسكتي، الطريقه اللي هو عملها دي نجحت معاه بالصدفه، بلاش تخليه يخدعك. ولكن الجد بيقول لهم خلاص اسكتوا. وبيقول له ريان هي ايه المشكله اللي كانت عندي؟ قال له انت اصلا ما كنتش تعبان. وكلهم بيقولوا له بلاش تتغرف نفسك اكتر من كده. وريان بيقول لهم انا كلامي صح، هو اصلا ما كانش تعبان، كل الموضوع ان هو كل حلويات كتير فده اللي خلى مجرى الهواء عنده يتسد وعشان كده اغمى عليه. وجدها بيقول له انت فعلا كلامك صح. وابوه بيقول له نور بما ان فارس هنا خلينا نعلن خطوبتكم بالمره عشان جدك يكون مبسوط. ونور بتقول له انا مش موافقه وبتمسك ايد ريان وبتقول له انا هتجوزه هو. وابوها بيقول لها انت بتفضلي شخص غريب احنا اصلا ما نعرفوش على واحد من ابن اكبر العائلات في البلد، انت ازاي بتفكري كده؟ وفارس بيقوم وبيقول لهم انا عندي شغل كتير دلوقتي لان في حته ارض انا عايز اشتريها وبمجرد ما اخد الارض دي شركتي هتبقى من اكبر الشركات في البلد، ولو نور وافقت ان هي تتجوزني انا هرفع شركه عيلتكم معايا. وابوها بيكون مبسوط جدا وبيقول لها موضوع الجواز ده انا اللي بقرره بس. وريان بيقول طب افرض انا اشتريت الارض دي انت هتعمل ايه؟ وابوها بيقول له بقى انت عايز تشتري ارض؟ انت عارف يا ابني انت بتقول ايه؟ وفارس بيجي له تليفون من واحد بيقول له ان اللي قدامك ده هو واحد بتاع دليفري ومش من عيله كبيره ولا حاجه. وفارس بيقول له انت بتتكلم بكل الثقه دي وانت اصلا بتاع دليفري؟ وابوها بيقول لنور الكلام ده صح؟ قالت له ايوه لكنه ما كدبش. وابوها بيقول انا مستحيل اوافق على الجوازه دي. وفارس بيقول لها لو انت وافقتي تتجوزيني انا هعمل لكم مشاريع ب 10 مليار، ده غير العربيات والفلل وكل المجوهرات اللي انت عايزاها. وامها بتقول لها يا ريت تفكري تاني. ولكن ريان بيقول ال 10 مليار اللي انت بتقول عليهم دول انا
اقدر اجيبهم في شهر واحد. وبيقول له يا عم بص لنفسك الاول، ازاي هتقدر تعمل كده؟ وابوها بيقول له بلاش كلام فارغ. ولكن ريان بيقول لهم لو انت مش مصدقني خلينا نتراهن، اديني شهر واحد وانا هيكون معايا ال 10 مليار. وفارس بيقول له ايه الرهان اللي انت عايزه؟ قال له لو انت خسرت مش عايزك تقرب لنور تاني. وبيقول له طب لو انت ما قدرتش تعمل كده؟ قال له انا كمان مش هقرب لنور. وفارس بيقول له تمام وانا هوافقك على اللي انت بتقوله، بس لو ما قدرتش تعمل كده ما تلومش نفسك على اللي هعمله فيك. وريان بيقول له اتفقنا، انا كلمتي كلمه راجل مش برجع فيها. وجدها بيكون بيتفرج على اللي بيحصل وفخور بريان، وبيقول له انت لو قدرت فعلا تعمل كده انا هجوزها لك. وابوها بيقول له انت بتقول ايه؟ ونور بتقول انا موافقه. وبعد ما يخلصوا ويمشوا ريان بيقول لنور واحنا فوق انت قلت انك عايزه تتجوزيني. قالت له بلاش كلام فارغ، انا بس ما كنتش عايزه اتجوز فارس مش اكتر. ونور بتقول له افتكر كلمتك، شهر واحد بس هتقدر تجيب فيه 10 مليار، ولو انت مش هتقدر يا ريت تمشي بسرعه عشان فارس ما بيرحمش. قال لها ما تقلقيش انا عارف انا بقول ايه كويس، انا رتبت ميعاد عشاء بكره مع ليان وده اكيد ممكن يكون نقطه تحول عندي. ونور بتقول له تمام. وتاني يوم لما ليان وريان بيوصلوا المطعم، ريان بيبص على الترابيزه وبيشوف المستقبل وبيشوف ان في بنت بتتخانق مع حبيبها وهتكب على ليان العصير. فريان بيمسك ايديها وبيقول لها خلينا نغير مكاننا احسن. وليان بتقول له ماشي. وليان بتقول له انت عملت كده ليه؟ قال لها استني دقيقه واحده بس وهتشوفي بنفسك. وفعلا بيشوف البنت بتتخانق مع حبيبها وبيكب عليه عصير، فالعصير بيجي في وش الراجل اللي قاعد وراهم. وبتقول له انت عرفت كده ازاي؟ قال لها خلينا ناكل الاول وانا بفهمك كل حاجه. وريان بيشوف المستقبل وبيعرف ان ليان هتاخد حته الارض اللي كان بيقول عليها فارس، بس الارض دي بيكون فيها مشكله وليان بتخسر كل حاجه لدرجه ان هي بتدخل في اكتئاب. فريان بيقول لها انا عندي ليكي عرض. قالت له ايه هو؟ انت انقذت حياتي وانا مستعد اعمل لك اي حاجه انت تقول عليها. قال لها انا عايزك تسيب الارض اللي انت هتدخلي المزاد بتاعها. قالت له انت بتقول ايه؟ طلبك ده انا ما اقدرش اعمله ابدا لان الارض دي عليها منافسه كبيره وانا مصممه ان انا اخدها، والموضوع مش موضوع شغل. جدي برضو كان نفسه في الارض دي وما عرفش ياخدها وانا نفسي احقق له حلمه. قال لها كل ده تمام بس انت برضو لازم تسيبيها. قالت له بعد كل الاستثمارات والحاجات اللي انا عملتها دي ده اهم مشروع عندي دلوقتي. قال لها بس انت لو خدت الارض دي هتحصل لك مشاكل كتير قوي. قالت له بقول لك ايه، انا مش عارفه مين بعتك عليا عشان تقول لي الكلام ده، انت انقذت حياتي قبل كده وانا بشكرك على ده جدا، ولكن اديتك مقابل للي انت عملته ودلوقتي احنا متعادلين ولسه هتسيبه وتمشي. ولكن ريان بيمسك ايديها وبيقول لها ان كل حاجه بقولها لك هي فعلا حقيقه، يا ريت لو تصدقيني مره كمان. حتى افتكر الموقف بتاع الترابيزه ده وانا اللي منعتك اللي انت تقعدي هنا. قالت له انا مش مصدقه، اصلا كل اللي حصل ده ممكن يكون من ترتيبك انت. وقال لها طب والموقف اللي حصل لك في حمام السباحه ده برضه كان من تدبيري، والمطعم اللي احنا فيه ده انت اللي اخترتيه، انا ما كنتش اعرف مكانه الا لما وصلت، ازاي هقدر ارتب حاجه زي دي؟ قالت له يعني انت عايز تقول لي انك بتقدر تشوف المستقبل؟ قال لها يا ريت تقعدي ونتكلم شويه. وليان بتقول له احنا هنقعد ربع ساعه بس قول فيها كل اللي عندك. وريان بيبص على المستقبل تاني وبيشوف اتنين ستات بيتخانقوا مع بعض في الشارع، وبيبص تاني جوه المطعم بيشوف الجرسونه وقعت منها كوبايه والمديره بتخصم لها يوم، وبيقول لها بص كده بره الاتنين اللي قدامك دول هيتخانقوا مع بعض دلوقتي. وبعد كده بيقول لها طب بص الجرسونه دي هتقع منها الكوبايه والمديره كمان هتخصم لها يوم، وفعلا ده بيحصل قدامها. وليان بتكون مندهشه جدا وبتقول له انت كده بتشوف المستقبل بجد؟ قال لها ده مش مهم، الاهم دلوقتي ان انت فعلا تسيب الارض اللي انا بقول لك عليها دي، وايا كان اللي انت عملتيه يا ريت تسيبيها. قالت له طب انت ليه بتقول ان انا لو اشتريت الارض دي هيكون فيها ضرر؟ قال لها الارض دي عليها مشاكل كتيره وكل حاجه هتتعرف بعد ما تتباع، والسيوله اللي هتبقى مع شركتك كلها هتروح، والبنوك والموظفين محدش هيسيبك في حالك. وليان بتفكر في الكلام اللي هو بيقوله، وريان بيقول لها كونك انك تخسري شويه فلوس دي حاجه مقدور عليها، انما المشاكل الاكبر هتيجي بعد كده. قالت له تمام انا مصدقاك. وبتطلع موبايلها وبترن على المساعد بتاعها وبتقول له بلغ الناس كلها ان احنا مش هندخل المزاد بتاع الارض دي. والمساعد بتاعها بيقول لها ازاي؟ احنا فعلا دخلنا المزاد ودفعنا العربون كمان، لو وقفنا هندفع غرامه كبيره قوي. قالت له اعمل اللي انا بقول لك عليه وبس. وبتقول له ريان انا عملت اللي انت عايزه ولكن الموضوع مش هيبقى بالبساطه دي، لسه في معايا مستثمرين كتير جدا لازم ابلغهم. وموبايلها بيرن وواحد بيقول لها المدير عايزك بسرعه في الشركه بسبب القرار اللي انت عملتيه ده. وليان بيكون واضح ان هي متضايقه جدا من المكالمه وبتقول لنفسها انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ يا ريتني ما كنت سمعت كلامه. وبتقول لريان انا لازم ارجع الشركه دلوقتي. فريان بيقول لها انا رايح معاكي. وقبل ما نكمل لو انتم مبسوطين معانا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا اول باول. وهما في العربيه ريان برضو بيشوف المستقبل وبيعرف ان في حد مدبر لها حادثه، فبيقول لها يا ريت لو تغيري الشارع اللي انت هتمشي منه. قالت له ليه يعني؟ قال لها الطريق ده خطر، يا ريت تمشي من طريق تاني. وهم في الطريق الشارع بيكون واقف والناس كلها بتسأل هو ايه اللي حصل. فواحد بيقول في حادثه على اول الشارع قدام، في عربيه نقل خبطت عربيه بي ام. فريان بيقول
اظن انت اللي كنت مقصوده بالحادثه دي، واكيد سواق العربيه النقل غلط في العربيه مش اكتر. وريان بيقول لها انت لازم ترجعي البيت دلوقتي، وليان بتقول له حاضر. واول ما بيوصلوا ليان بتقول له الفيلا دي بتاعتي انا، وفي الغالب مفيش حد بيجي فيها، انا هقعد هنا يومين مش اكتر لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. قال لها فكره كويسه، وبتشكره مره كمان على اللي هو بيعمله عشانها، وبتديله الكارت الذهبي بتاع مجموعتها، وبتقول له انا عايز اعينك مدير معايا في الشركه، يا ريت لو توافق. وبعدها بنشوف ريان وهو قاعد في مطعم ومعاه الكارت وفرحان جدا، وبيكون عاملها مفاجاه لنور، لحد ما يارا ومينجو بيدخلوا المطعم. ويارا بتقول له انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ اقل اكله هنا لو اشتغلت عمرك كله مش هتقدر تدفع حسابها، اوعى تكون جاي هنا عشان تتراجعني ان انا سامحك، الكلام ده في احلامك. وريان بيقول يد العبط اللي احنا عايشين فيه ده. فمنجي بيقول له انت بتقول ايه يا ابني؟ انت حتى لو بعت الهدوم اللي انت لابسها دي مش هتكفي حتى التبس اللي انت هتدفعه اللي هينزل لك الاكل. وبيقعد يتريق عليه وبيقول له انت لو اتحايلت عليا شويه انا ممكن اعينك عندي في الشركه تبقى عامل نظافه بيمسح الحمامات. ويارا بتقول له دي فرصه حلوه قوي، يا ريت لو تستغلها، انت كده كده عاطل عن العمل وما عندكش اي شغلانه. وريان بيقول لها انت متاكده؟ ولكن نور بتوصل وبتضربها بالقلم، ولسه يارا بتبص لها راحت نور منولها القلم التاني، وبتقول لها انت ازاي تتجرأي وتقولي كده، وبتتعدل على مينجو وبتهزقه هو كمان. ويارا بتكون متعصبه جدا وبتقول لها انت اتحماتي عشان هو خطيبك ولا ايه؟ وبتبص على هدومها كده وبتقول لها انا مش فاهم الثقه بتاعتك دي انت جايباها منين؟ وبتقول لريان اوعى تكون جبتها هنا عشان تخلينا غير، انت اصلا كده كده مش فارق لي. ولسه يارا هتروح تضربها بالقلم ولكن ريان بيمسك ايدها وبتقول له انت اتجننت، وبتنده على الحراس ومدير المطعم بيجي. ويارا بتقول له الاتنين دول عاملين معانا مشاكل، يا ريت لو تطردهم بره. ومنجي بيقول له ان الاتنين دول ما احترمونيش وانا موجود، هات الحراس بتوعك وارموهم بره. قال له ما تقلقش انا هجيب لك حقك. واول ما المدير بيبص لنور بينصدم جدا وبيضرب يارا بالقلم، وبتقول له انت بتعمل ايه يا عم؟ انا بقول لك اطردها هي تضربني انا؟ ومنجي بيقول له انت تقصد ايه باللي انت عملته ده؟ قال له عشان هي غلطت في ضيفه كريمه عندنا ودي اقل حاجه انا اقدر اعملها. فمنجي بيقول له هي دي ضيفه كريمه؟ انا عضو في المكان ده وده واحد بتاع دليفري مش اكتر، هما مين اللي ضيوف كرام دول؟ فنور بتبص للمدير وبتقول طيب بما ان الموضوع كده يا ريت لو تلغي عضويته. والمدير بيصدر امر بالغاء العضويه. ونور بتقول ده مش كفايه، ده انتوا كمان يا ريت لو تحطوا عيلته كلها على البلاك ليست، ومن اول النهارده مش مسموح لاي حد من عيلتك ان هو يدخل المطعم. والمدير بينده على الحراس وبيقول لهم ارموهم بره. واول ما بيقعدوا نور بتقول لريان انا بعتذر لك جدا عن اللي حصل. قال لها مفيش مشكله، كفايه بس انك تعوضيني بعضويه مجانيه في المطعم ده. ونور بتضحك وبتقول له خير انت عزمتني على العشاء ليه النهارده؟ اكيد وصلت لحاجه في موضوع ال10 مليار. وبيطلع لها الكارت الذهبي وبيقول لها انا دلوقتي بقيت مدير في مجموعه ليان. ونور بتاخد الكارت وبتكون فرحانه جدا وبتقول يا ريت لو ابويا يثق فيك، بس كان زمانك دلوقتي في شركتنا احنا. قال لها الراجل الطموح ما يشتغلش عند حد، لكن بالنسبه للمستقبل فانا هعتمد بنسبه كبيره على شركه ليان عشان شغلي يمشي بسلاسه اكتر. فبتقول له تمام ايه بقى الخطه بتاعتك؟ ولكن بيشوف المستقبل وبيعرف ان ليان في خطر وان في حد هيروح لها البيت عشان يخطفها. وبيقول لها دلوقتي في مشكله كبيره، ليان في خطر وانا لازم امشي. وليان بتكون بتاخد دش في بيتها وريان بيكون عمال يرن عليها ولكن هي مش بترد. واول ما بتطلع من الحمام بتبص لموبايلها كده ولكن الباب بيخبط، فبتروح تفتح وبتلاقي واحد مقنع كده قدامها، والراجل ده بيمسكها وبيكون عايز يخطفها. ولكن فجاه ريان بيجي يضربه من ظهره وبيطلعه بره البيت، وبياخد ليان في حضنه وبيقول لها انت كويسه؟ قالت له انا تمام. قال لها ما تخافيش خلاص مفيش حاجه. وبعد ما بيدخلها اوضتها ليان بتمسك ايده وبتقول له يا ريت لو تبات معايا النهارده، انا خايف اقعد لوحدي. وبالليل ريان بيكون نايم على الارض وبيفكر في اللي حصل. وتاني يوم الصبح بتيجي مكالمه ليان وبيقول لها ان في اجتماع مجلس اداره دلوقتي ولازم تحضري. قالت لهم مفيش مشكله انا جايه حالا. وفي الشركه بنشوف المستثمرين قاعدين وكلهم زعلانين جدا من اللي هي عملته، وابن عمها بيقول انا شايف ان ليان ما ينفعش تمسك مديره الشركه تاني. وهنا ليان بتدخل عليهم المكتب وبتقول له طالما انا ما ينفعش ابقى المديره امال مين اللي ينفع؟ انت؟ قال لها اصلا المنصب ده كان من حقي انا من الاول. وليان بتقول له طالما انت شايف كده امال جدك ليه خلاني انا المديره مش انت؟ وابن عمها بيتعصب جدا وبيقول لها انت كمان ليك عين تتكلمي بعد اللي انت عملتيه فينا ده؟ وواحد من المديرين بيقول لها يا ريت بلاش تلومينا احنا كمان عشان انت اللي غلطت الغلطه دي من الاول، ودلوقتي كلنا كده مش واثقين فيكي، ومن الافضل يا ريت لو انت تسيب المنصب بنفسك. وليان بتروح تقعد على الكرسي وريان بيقول لهم ان هي احق واحده بالمنصب ده وان مفيش اي حد منكم يقدر يبقى هو المدير. فالمدير بيقول له وانت مين اصلا؟ وهنا ريان بيبص لابن عمها وبيعرف ان هو اللي بعت الراجل بتاع امبارح. وهنا فارس بيتصل بليان وبيقول لها انت ليه ما جيتيش المزاد بتاع النهارده؟ قالت له انت عايز ايه؟ قال لها ابدا انا بس كنت عايزك تشوفي عيلتي وهي بتاخد الارض من عيلتك، وعلى العموم انا هجيلك الشركه دلوقتي. والموظفين بيكونوا كلهم متضايقين منها جدا، والراجل الكبير اللي قاعد ده بيقول لها يا ريت تسيبي مكانك وانا همسك مكانك وهحل بدالك اي مشكله. ولكن ريان بيقول له انت طمعان في الشركه. فابن عمها بيقول لريان
وانت مين اصلا عشان تتكلم؟ ده اجتماع لمجلس الاداره، يا ريت انت لو تطلع بره. فليان بتقول انا اللي قلت له يجي، وكمان انا عينت مدير عندي هنا في الشركه. وكلهم بيكونوا مستغربين. وفي اللحظه دي فارس بيوصل وبيكون فخور بنفسه جدا بعد ما خد الارض. وابن عمها بيقول لو احنا قدرنا نتفق مع فارس اكيد الشراكه دي هي اللي تحل الازمه اللي احنا فيها دلوقتي. فليان بتقول له ده اجتماع مجلس اداره لشركتي انا، وانت مالكش مكان بينا. وابن عمها بيسال فارس وبيقول له انت تعرف ريان منين؟ قال له ابدا، هو بس كان مراهني ان هو هيقدر يكسب 10 مليار في شهر واحد، وكل الموظفين بيقعدوا يضحكوا عليه. فابن عمها بيقول له طب هو شغال ايه؟ قال له ابدا، ده واحد بتاع دليفري. وابن عمها بيقعد يضحك. والمدير بيقول يعني انت واحد بتاع دليفري وعامل فيها 7 رجاله وعمال تتكلم واحنا قاعدين؟ وبينده على الحراس عشان يطردوه بره. ولكن ريان بتقول هو واحد من رجالتي ومفيش اي حد منكم يقدر يطلعه بره. وريان بيقول لهم يا ريت لو تستنوا شويه وتشوفوني وانا بعوضكم عن كل الخسائر اللي انتوا شفتوها دي. وبرضه محدش بيكون مصدقه. وفارس بيقول لها لو انت عايزاني اساعدك اطردي الشخص ده من هنا فورا، وساعتها نبقى نقعد ونتفاهم مع بعض. وريان بيقول له انت متاكد؟ قال له انا متاكد مليون في الميه. فريان بيقول له يعني انت متاكد ان انت مضيت العقد ودفعت الفلوس وخلاص خلصت كل حاجه؟ قال له اكيد، ومفيش اي فرصه ان انا حتى ارجع في كلامي. وريان بيضحك. والمدير بيقول بسبب قرارات ليان الاخيره انا اقترح ان احنا نعفيها من منصبها. وكل اللي قاعدين بيوافقوا. وليان بتكون زعلانه جدا. ولكن ريان بيطبطب عليها كده وبيقول دلوقتي سوق الاسهم ابتدى وكلهم بيمسكوا تليفوناتهم وبيشوفوا ان الارض اللي اشتراها فارس دي في مشاكل كتيره جدا في التربه بتاعتها، واي مشروع مباني عليها توقف. وكلهم بيكونوا مندهشين جدا من اللي هم بيشوفوه. وفارس مش بيكون مصدق نفسه. وبتجيله مكالمه من ابوه فبيقول له انت اشتريت الارض دي؟ قال له ايوه. قال له دفعت فيها اعلى سعر؟ قال له حصل. قال له يعني انت كده ضيعت كل الميزانيه بتاعت عيلتنا. وليان بتكون عماله تضحك. وفارس بيقوم بسرعه وبيسيب الاجتماع وبيمشي. وليان بكل فخر بتقول لهم دلوقتي ايه رايكم؟ وكلهم بيبداوا يطبلوا لها من تاني. وريان بيقول لهم كده بس انتوا خسرتوا التامين بتاع المزاد، وبعد اللي حصل ده اسهم شركتكم هتعلى جدا، وده هيعوضكم بشكل كبير جدا عن الخساره اللي انتوا خسرتوها. وكلهم بيكونوا متحمسين جدا. وريان بيقول للمدير دلوقتي جه دورك، يا ريت لو تعتذر لها. والمدير فعلا بيعتذر لها. وريان بيقول لهم يا ريت كلكم تبقوا فاكرين ان ليان هي الوحيده صاحبه القرار هنا، واي حد تاني كلامه ملوش قيمه. وبعدها الموظفين بيمشوا. وليان بتقول له انت انقذتني وانقذت شغلي، وبتشكره جدا. قالها لو انت عايزه تشكريني بجد يا ريت تفتحي لي حساب في البنك وتديني مسؤوليه مزاد الاراضي الجاي. وليان بتطلع موبايلها وفعلا بتفتح له حساب في البنك، وكمان بتدي له فيه 50 مليون. وبتقول له دي ارباحك اللي انت تستاهلها وانا اللي هتحمل الخساره لوحدي. وريان بيشكرها جدا. وتاني يوم ريان بياخد نور عشان يروح يشتري لها هدوم. ونور بتقعد تلبس اللبس اللي عاجبها وتوريه له، وهو بيكون فرحان بيها جدا. وبيكون واضح قوي ان هم بداوا يحبوا بعض. واول ما بيوصلوا البيت نور بتنام في حضنه وبتقول له انا مبسوطه قوي باللي انت عملته عشان النهارده. قال لها ما تقوليش كده، انا ما عملتش اي حاجه. وبعد كده ريان بيقوم يحضر لهم العشاء. ونور بتكون نعست فبيقرب عليها كده وبيبوسها من دماغها وبيقول لها يلا الاكل جاهز. وبعدها بنشوف ريان ونور رايحين مع بعض مزاد الاراضي الجديد، وبيكون وراهم فارس ويارا. ويارا بتقول له انا ما كنتش اتوقع ان انا اشوفك هنا. ونور بتغيظها وبتوري لها هدومها والساعه وبتقول لها دول مكلفيني اكتر من 50 مليون وريان اللي جابهم لي على فكره. وبنشوف ان يارا بدات تتغاظ جدا وبتقول لفارس اكيد انت لو كسبت المزاد النهارده هتديني هديه كبيره. ولكن فارس مش بيكون مهتم اصلا لكلامها. وبيقول لنور احنا لسه في المهله اللي قال عليها جدك، ولحد ما الشهر يخلص انت هتفضلي خطيبتي. قالت له انا مش عايزاك. وبتمسك ايد ريان وبتمشي وبيبدا المزاد. ونور بتقول لريان نبدا نزايد على الارض دي؟ قال لها لا. وكل اللي قاعدين بيزايدوا على الارض دي لحد ما ريان بيقول 150 مليون. وكل اللي قاعدين بيستغربوا جدا. وفارس بيقول له انت جبت الفلوس دي منين؟ قال له انا جاي النهارده عشان امثل شركه ليان والفلوس دي مش هتهمني. وهنا فارس بيتعصب وبيقرر ان هو يقول سعر اكتر من اللي قاله ريان. وريان بيفضل يزايد عليه. وفارس زي المغفل كل شويه يرفع رقم اعلى لحد ما بيكسب وبيشتري حته الارض الاولى. ونفس القصه حصلت في حته الارض الثانيه، ان فارس بيقول سعر وريان بيزايد عليه وفارس بيتعصب وبيقول رقم اكبر. وبعد ما فارس دفع كل الفلوس اللي معاه ريان بيسقف له وكل اللي قاعدين بيسقفوا له. ويارا بتقول له برافو عليك ولكن ضربها بالقلم. ونور بتقول له مش كتير شويه اللي انت دفعته في حتتين الارض دول؟ قال لها ما تقلقيش انا كده كده عندي فلوس كتير قوي. وفارس بيقعد مع نفسه بيحسب راس المال اللي جاي بيه المزاد وبيشوف ان هو كده خلاص خلص كل الفلوس اللي معاه ومش هيعرف يزايد على الارضين الباقيين. والبنت اللي واقفه بتعلن بدايه المزاد بتاع الارض الثالثه والسعر بتاعها بيبدا من 2 مليار. ونور بتقول له احنا هنزايد على الارض دي؟ قال لها ايوه.
وبيبدأ ريان يزايد، وريان بيبص لفارس وبيغيظه وبيقول له انت لو عايز ترفع السعر براحتك انا معاك، ولكن فارس مش بيكون عارف يقول ايه لان كل الفلوس اللي معاه خلصت، وريان بيقعد يزايد على الارض هو والموجودين لحد ما بيكسب وبياخد الارض الثالثه. ونور بتقول له مبروك، بعد ما خدت الارض دي انت مش بس هيكون معاك 10 مليار، انت ممكن كمان توصل لل 30. قال لها انت فرحانه؟ قالت له اكيد، انا دلوقتي اقدر افسخ خطوبتي منه واخيرا مش هيجوزه غصب عني. وريان بيقول للبنت بتاعت المزاد يا ريت لو اشوف الورق بتاع الارض الرابعه، وفارس بيتريق عليه وبيقول له المزاد ده اصلا معمول عشان 3 اراضي، انت منين جبت الرابعه دي؟ والبنت بتقول ان الارض الرابعه دي فعلا كانت داخله المزاد ولكن احنا ما رضيناش ندخلها عشان بنفشل نبيعها كل مره. وريان بيقول لها طب هي سعرها كام؟ قالت له 20 مليون. قال لها وانا اشتريتها. وفارس بيقول له بلاش تتغرف نفسك قوي، المره اللي فاتت كانت ضربه حظ، المره دي ما تضمنش ايه اللي هيحصل. وفارس بيقول لنور ايه رايك لو تقضي معايا ليله واحده وانا هديك اي ارض انت عايزاها، ولكن ريان بيقوم عليه وبيضربه بالقلم وبيقول له لو فكرت بس في اللي انت بتقوله ده تاني انا هعرف شغلي معاك كويس وساعتها مش هيبقى قلم واحد. وفارس بيقول له تمام، انا لو ما خليتكش تعرف انا مين ساعتها هيبقى ليك الكلام. واللي قاعدين كلهم بيكونوا مستغربين، وفارس بيقول لنور تاني انا هعرض عليك العرض ده مره كمان، ولكن ريان بيقول له يا عم خليك في نفسك الاول، عيلتك اللي انت فرحان بيها دي خسرت كل فلوسها النهارده. وفارس بيطلع تليفونه ويلاقي ابوه بيرن عليه، وابوه بيقول له انت اشتريت الارض الثالثه؟ قال له لا انا اشتريت اول ارضين. قال له طب انت اشتريتهم ليه؟ دول فيهم مشاكل. وابوه بيساله باقي معاك فلوس كام دلوقتي؟ قال له مش كتير، انا تقريبا خلصت كله. وكل اللي قاعدين بيطلعوا موبايلاتهم وبيبداوا يشوفوا الاراضي وصلت لفين. وهنا بيكون خلص الجزء الاول من حكايتنا، يا ريت تتابعونا في الايام الجايه عشان نعرف ايه اللي حصل بعد كده. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.